بوست غريب وتصريح مهين لعصام العرجاني: بسبب غلاء أسعار التذاكر قررت شراء 5000 تذكرة لجماهير النادي الأهلي أمام بيراميدز وتوفير أدوات تشجيع ونص فرخة لكل مشجع. البوست اللي بيتغنى بيه كاره النادي الأهلي طبعا متفبرك. البوست ملوش أساس من الصحة، وطبعا من وحي الخيال، وواحد اللي عامله اتأكدنا بنفسنا وعايزك كمان تتأكد. أدي صفحة عصام العرجاني على الفيسبوك، وادي كمان صفحته على منصة إكس، وفي الصفحتين وفي كل حسابات العرجاني مفيش أي أثر للكلام الفاضي اللي كان مكتوب ده. وهنا بقى هنقول لبعض الجماهير: ما تحاولش تردد الكلام اللي بتسمعه، خلاص اتأكد من صحة المعلومة. كلنا اتفاجئنا بالتصرف الغريب من بيراميدز، وان هم خلوا تذكره الدرجه الثالثه ب 200 جنيه، ورغم كده جماهير الاهلي خلصت التذاكر واشتريتها كلها. الا ان الخطيب تقديرا منه لجماهير الاهلي الوفيه اللي اشترت التذاكر، قرر ان النادي الاهلي يتحمل قيمه التذاكر كامله في مباراه بيراميدز، وكمان يخفض التذاكر اللي بعد كده في المباريات الجايه اللي هتخص النادي الاهلي. خبر محترم لجماهير الكوره، فيهوش اساءه لاي حد. مش عارف ليه الناس بتحاول تشوه اي حاجه كويسه.